انتوا عارفين ان في معجزة تانية غير نقل الجبل المقطم اسمها نقل المياه؟ تعالوا نعرف مع بعض ايه الحكاية دي. القديسة دميانة ديرها العظيم مرتبط بقصة كتير من الناس ما يعرفوهاش، بالرغم من ان في شبه كبير بينها وبين قصة معجزة نقل جبل المقطم. وده يمكن لان الكنيسة مش بتقرا السنكسار في ايام الخمسين، وبتهتم اكتر بافراح القيامة. القصة موجودة في السنكسار تحت تاريخ 12 من بشمس، في تذكار تكريس كنيسة قدستنا العظيمة في الشهيدات الأميرة دميانة. بعد استشهاد الأميرة دميانة والأربعين عذراء، وبعد ما تولى الإمبراطور قسطنطين الملك، نزلت أمه الملكة البارة هيلانا لمصر، وبنت كنيسة للشهيدة دميانة، وتحتها حطت أجساد الشهيدة دميانة والأربعين عذراء. وبعد مدة من الزمن، في عهد الخليفة سنان، كان في شخص دجال مشهور بأعمال السحر، كان اسمه يونس. وهو رايح ناحية الزعفرانة شاف كنيسة ودير القديسة دميانة، فحب المكان جدا، وراح جاب بنايين وراح هدم الكنيسة وبنى فوقها قصر، لكنه ما كانش يعرف ان في تحتها قبو فيها أجساد القديسة دميانة والأربعين شهيدة. وفي الوقت ده حصل طوفان كبير جدا، ونزلت المية في المنطقة واللي حواليها وغرقت البلد، وهدمت المباني وهدمت القصر اللي بناه يونس مكان الكنيسة، ومات يونس غريق، والمية وصلت لحد الحيطة بتاعت كنيسة سمنود. تقريبا دي الكنيسة اللي هي كنيسة العذراء والشهيد أبانوب. المهم إن الخبر وصل للخليفة بإن كل البلاد اللي في المنطقة دي غرقت، فحزن جدا، لأن المنطقة دي كان بيتزرع فيها الزعفران وحشايش عطرية غالية جدا، وكانت السلطنة بتاخد فلوس كتيرة جدا من التجارة فيها. وفي الوقت ده كان في القلعة شخص يهودي قال للملك إنه لازم يلزم البطرك بتاع الأقباط إن هو يشوف حل لمشكلته، وكان وقتها البابا خائيل الأول ال46. فراح استدعاه الخليفة وطلب منه انه يرد المية ويعمل الجسر اللي كان موجود وبيحجزها. فطلب البطرك مهلة من الملك، وخرج من عنده وراح على كنيسة العذراء المعلقة، وقفل على نفسه 3 أيام بلياليها في صوم وصلى بحرارة جدا. وفي اليوم الثالث كلمته العذراء من أيقونتها وقالت له إن رسل الحاكم جايين له دلوقتي في الطريق، وهو في طريقه للحاكم هيشوف راجل قديس بسيط جدا شايل على راسه مشنة وبيبيع تفاح، والراجل ده هو اللي على ايده هتتم المعجزة. وفعلا تم كلام العذراء، وفي طريقه شاف الراجل اللي بيبيع التفاح، فمسكه من هدومه أحسن يهرب منه، فراح مشي معاه لحد ما وصل للخليفة. فراحوا جهزوا الخيل والموكب وبعض العسكر، وراحوا مع البطرك لكنيسة سمنود. وكان الأقباط كلهم بيسيبوا بيوتهم وبلادهم وبيمشوا ورا بطركهم في الطريق، وابتدى الشعب يصرخ كرياليسون، وكان الراجل اللي بيبيع تفاح واقف ورا البطرك لحد ما وصلوا منطقة اسمها دميرة، وهناك عملوا الخيام للملك، واتسمت المنطقة دي بجزيرة سنان لغاية يومنا ده. ومن هناك بدأت المية تهرب من قدامهم لغاية ما وصلوا لمنطقة الزعفران ووادي سيسبان عند القصر المهدوم، واللي تحته كان موجود جسد القديسة دميانة والأربعين شهيدة. وهناك بدأ البطرك يرفع ايده ويصلي والشعب وراه، واستمرت المية في الهروب، وراحت قامت رياح شديدة جدا وخرجت رمال وهيأت جسر. ففرح جدا الخليفة وحب يكافئ البطرك، فطلب منه، قال له اتمنى أي شيء أنا هنفذهولك. فراح طلب البابا منه إن هو يساعده في بناء كنيسة ودير جديد مكان اللي اتهدم، فأمر الخليفة بالبناء على نفقته الخاصة. أما البابا فراح نزل لقبر القديسة دميانة اللي كان تحت القصر اللي غرق، فلقى جسدها هي وأجساد العذراء الأربعين لم يمسهم أي فساد. فخد البابا جسد الست دميانة ونقله مؤقتا للكنيسة المعلقة لغاية ما ينتهوا من بناء الدير في البراري، وبقى بيحتفل بعيد القديسة دميانة في الكنيسة المعلقة لغاية ما تم بناء دير البراري. ومن الوقت ده اتسمت الكنيسة المعلقة كنيسة العذراء والشهيدة دميانة، وحطوا أيقونة كبيرة للست دميانة في الحائط الغربي قدام كل اللي داخل الكنيسة يشوفها، بالإضافة كمان لأيقونات تانية ومقصورة اتحط فيها جزء من جسدها قبل ما يرجعوه تاني لقبرها مع الأربعين شهيدة. بركة شفاعة القديسة دميانة وصلواتها تكون مع جميعنا، أمين.